اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير يا رب. ويا رب كلنا كده إن شاء الله العام القادم كلنا إن شاء الله نكون واقفين على عرفات جميعا يا رب، ونبلغنا وقفة عرفة، ونكونوا في أحسن حال يا رب العالمين. ويرفع عننا الوباء والبلاء يا رب في هذه الأيام المباركة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال جميعا. النهاردة بقى هنعمل معاكم الفتة المصرية، وده الترند الأول من ترندات عيد الأضحى. ده كل المصريين وكل الدول العربية بتحبها. الفتة ديت من أحسن وأسهل وأسرع الوصفات في كل البيوت المصرية في العيد، بجانب بقى الوصفات التانية الجميلة كلنا إن شاء الله هنعملها. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله، ونشوف طريقة الفتة المصرية الجميلة ديت هنعملها إزاي مع بعض. أول حاجة هنبدأ بيها هو سوى اللحمة. معانا بقى حلة على النار، هنحط فيها ورقتين لوري زي ما انتم شايفين كده، وأربع فصوص حبهان، وحبيتين كده كبيبة صيني. ولو عندك فلفل حبيبات برضو حطي، وحطينا كمان حبيتين مستكة معاهم كده زي ما انتم شايفين. ومع المية بتغلي زي ما انتم شايفين اهوت، نزلنا فيها بقى. معانا هنا حوالي كيلو وربع من اللحمة. هننزل بقى فيها كده في المية المغلية دي زي ما انتم شايفين كده، علشان اللحمة دي تقفل المسام بتاعتها. وميزة يا جماعة ان اللحمة تنزل على المية المغلية ديت بتقفل المسام بتاعتها على طول. في ناس بتحب تشوح اللحمة، انا بقى مش بحب اشوح اللحمة بصراحة، انا بحب انزلها على المية المغلية دي. وهنا بقى هطلع معانا الريمة اللي انتوا شايفينها ديت، لازم نلمها كويس قوي في طبق كده على جنب بقى، ونرميها كده في الحوض. علشان الريمه ديت دي الزفاره بتاعت اللحمه اللي بتطلع، دي الزفاره بتاعت اللحمه لو سبتيها فيها هتقلب، وكمان هتسود لك الشوربه، وهتخلي لك طعم الشوربه مش حلو خالص. في المرحله دي لا هنحط فلفل ولا هنحط ملح ولا اي حاجه طبعا. ليها مرحله تانية هتيجي دلوقتي هنقول لكم عليها. زي ما انتم شايفين كده، هو قشطنا الريمه كلها اللي على وش الحله. وبعد ما لمينا الريم زي ما انتم شايفين كده، معايا بصلايه مبشوره ومدعوكه كويس بملح وفلفل، هحطها على الشوربه بتاعت اللحمه دي زي ما حضراتكم شايفين كده كمان. ومعايا كمان بصلايه سليمه هنزل بيها على اللحمه كمان. ميزه البصلايه المبشوره دي بتدي للشوربه طعم حلو، والبصلايه النيه كمان بتديها طعم حلو برده. وبعد كده يا حبايب قلبي، انا كنت هنا صفيت الشوربه، شايفين اللون بتاعها جميل جدا ازاي. هملحها بقى، حطت لها حوالي معلقه كبيره من الملح كده، وهحط لها كمان رشه كمان من الفلفل الاسود. زي ما انتم شايفين كده اهوت. نزلت بمعلقه برشه الفلفل الاسود زي ما انتم شايفين اهوت. ما تنسوناش بقى في لايك جميل وكومنت حلو ودعوه حلوه في الايام الطيبه ديت، يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. واللي لسه اول مره يشوف قناتي ينزل ويفعل زر الجرس ويشترك عشان يوصله كل جديد. وبعد كده بقى هغطي عليها عشان تكمل السوا بتاعها. وفي الخطوه ديت هعمل الصلصه اللي هحطها بقى على الفته. معايا هنا كده معلقتين زبده، حطيتهم او سمنه بلدي يسيحوا، وحطيت عليهم معلقتين حوالي 3 4 فصوص توم كده بمقدار معلقتين توم صغيرين مفرومين زي ما انتم شايفين كده. حطيتهم عليهم لحد ما يتبلوا كده وياخدوا اللون الذهبي الجميل زي ما انتم شايفين كده اهوت. وكان معايا هنا كوبايتين عصير طماطم كده، كنت انا عصراهم وحطاهم في الفريزر متجمدين، فهحطهم يدوبوا كده على النار في مع التومه كده. وزي ما انتم شايفين اهمت دابوا على النار اهمت. وهنحط عليهم البهارات بتاعتنا الجميله، بابريكا وملح وفلفل وبهارات 7 زي ما انتم شايفين كده. وهبدا اقلب فيهم شويه لحد ما تتجانس كل المكونات دي مع بعضيها. وهحط عليها ملح كده كمان اهوت. وكده وصلنا لمرحله السوا اللي انا عايزاها. وبعد ما اللحمه استوت بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، جبت طاسه على النار، حطيت فيها معلقه سمنه بلدي كده، وهقلب فيها لحد ما تدوب مع بعضيها كده وتسيح في الطاسه وتسخن لحد ما تدوب وتسخن كده. ما تنسوناش في لايك حلو وكومنت جميل منكم بدعوه جميله. وبعد كده بقى هنزل بقطع اللحمه على الزبده اللي في الطاسه ديت زي ما انتم شايفين كده اهوت. هوزعها كويس في الطاسه عشان احمرها كده واديها لون جميل. وابدا بقى اقلب فيها كده. انا رميت واحده وانت بترمي واحده. وزعتها كلها كده زي ما انتم شايفين اهوت في الطاسه اهوت.
اللي عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب بالله عليكم. هلو هلو هلو. وهنا بقى بقلب اللحمه زي ما انتم شايفين كده، خدت لون من الوش الاولاني، لون جميل زي ما انتم شايفين اهو. بقلبها على الوش التاني عشان تاخد نفس اللون الجميل. وبعد كده هطلعها بقى في طبق جنب مني اهو. خدت لون جميل زي ما انتم شايفين. الاكله دي جميله جدا بالله عليكم والله، من اكتر الاكلات اللي انا بحبها وبعشقها جدا، بالذات في العيد وفي غير العيد والله بحبها جدا الاكله ديت اهوت. بدات اخرج اللحمه بقى من الطاسه في طبق اهوت، بدات اخرجها في الطبق اهو. ما تنسوناش بقى في لايك جميل وكومنت حلو يا حبايب قلبي. ولو عجبكم الفيديو اشتراك بقى وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. عايزين نوصل ل 100 مشترك بقى بالله عليكم في اليومين دولت كده، عايزين نوصل ل 100 مشترك. كل اللي يشوف قناتي من جميع انحاء العالم يشترك في القناه بقى الزيت اللي ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. ونزلت بقيه اللحمه اهوت عشان اعمل فيها. بعد كده جبت العيش معايا، ده عيش بلدي يا جماعه، قطعته مربعات زي ما انتم شايفين كده، وهدخله على الفرن شويه يتحمص. وبعد كده طلعته على النار على البوتاجاز من فوق زي ما انتم شايفين. حطيت فيه، فتحت فتحه كده في النص وحطيت فيها معلقه زبده، وهحط كمان فيها فصين توم متقطعين صغير كده زي ما انتم شايفين اهوت. وهقلب فيهم لحد ما يتشوحوا مع بعض. وبعد كده فتحت فتحه تاني اهوت، نزلت بيه فصين توم صغيرين، هي اشوحهم مع العيش اللي انتوا شايفينه من شويه ده. انا اسفه ان انا قلت على الخطوه دي قبل كده، معلش. هشوحهم بقى لحد ما تاخد طعم التومه، واديها بقى تحميصه كمان في الزبده والتومه ديت كمان لحد ما تاخد الطعم، ولونها يبقى لون العيش جميل كده زي ما انتوا شايفين اهوت. وبعد كده جبت الشوربه بتاعتي زي ما انتم شايفين لونها جميل اهوت، وبدات اخد كبشتين كده صغيرين اسقي بيهم العيش اهوت. وبعد كده غرفت عليه الرز، بدات اغرف عليه الرز كده اهوت زي ما حضراتكم شايفين اهوت، واوزع الرز عليه كويس قوي اهو. وهملأ الصينيه كلها بالرز كده زي ما حضراتكم شايفين. يلا بقى عايزه لايكات كتير كتير قوي قوي. وكده كملت الصينيه بغرفان الرز كله. وبعد كده هبدا اعمل الطشه بتاعت الفته الجميله بتاعتنا. معايا هنا معلقه زبده على شويه زيت كده زي ما انتم شايفين، هنزل عليهم بفصين 3 توم، كميه توم حلوه كده يعني اهوت. وهبدا اقلب فيها بقى مع بعض كده لحد ما ياخد اللون، ياخد التوم اللون الجميل اهوت زي ما انتم شايفين. هنزل بالتومه كده على الزبده والزيت ديت، وهقلب فيهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الجميل بتاعنا دوت. وبعد كده معايا حوالي يعني نص فنجان او ربع فنجان صغير على حسب ما بتستطعمي الاكل حضراتكم، هحطه على التومه، وهقلبهم شويه مع بعض لحد ما يتجانس التوم مع الخل كده زي ما انتم شايفين اهوت. وهرفعهم بقى من على النار. وبعد كده جبت صينيه الفته الجميله بتاعتنا ديت، ونزلت بقى بطشه التومه الجميله اللي انا عاملاها ديت على الرز كده على وش الصينيه زي ما انتم شايفين كده اهو. نزلت بيه التومه كلها والخل كده زي ما انتم شايفين، وبدات اوزعها كويس كده كلها. زيني بقى زي ما انت حابه كده، وزي ما انت بتحبي زيني صينيتك او صينيه الفته زي اللي انت عايزاها دي، زينيها زي ما انت عايزه بالشكل اللي انت تحبيه كده. خلصت كميه التومه كلها زي ما حضراتكم شايفين اهوت على الصينيه. لسه اول مره يشوف قناتي ينزل تحت الفيديو ويفعل زر الجرس ويشترك عشان يوصلوا كل جديد. ما تنسوناش بقى في لايك جميل وكومنت حلو منكم بدعوه حلوه في هذه الايام المباركه. وبدات كمان انزل بالصلصه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده بالشكل الدائري الجميل دوت اهو.
عايزه تحط الصلصه في النص، عايزه تحطها خطوط، عايزه تحطها بشكل دائري زي ما انا عملت كده، براحتك يا ست الكل. بالنسبه بقى للبنوتات والجمهور اللي لسه اول مره يدخلوا المطبخ، يدخلوا ويشوفوا قناه ويتعلموا كل الاكلات الجميله ديت، هيوصل لكم كل جديد بقى. كده كده كملت الصينيه اهوت. وبعد كده زي ما انتم شايفين اهوت نزلت بيه قطع اللحمه برضو بالشكل الدائري، برضو حوالين جوه الصلصه كده في الصينيه زي ما انتم شايفين اهوت. بدات ارص اللحمه زي ما انتم شايفين. وبكده بقى نكونوا خلصنا صينيه الفته الجميله بتاعتنا ديت. زي ما حضراتكم شايفين اهوت. لو عجبتكم بقى الطريقه وعجبكم الفيديو، لايك وشير، ما تنسوناش بقى بالله عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته، وكل عام وانتم جميعا بالف خير.